السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب الثانوية الأزهرية، عاملين ايه؟ طمنوا عليكم. نأمل كده إن شاء الله إن امتحان الكيمياء يكون جه متوسط والكل أدى فيه كويس وحققت فيه نتيجة أنت تتمناها إن شاء الله، نتيجة ترضيك وترضي أهلك إن شاء الله إن شاء الله. طب لو حصل عكس كده نرمي ورا ظهرنا، ملناش دعوة باللي فات وما نديناش نعيط تاني زي ما حصل في الفيزياء. انا لسه ما اعرفش الامتحان عامل ايه والله، بس اجيب لك الفيديو ده قبل ما تخرجوا من الامتحان عشان بس والله بزنق في المذاكره دعواتكم برضه على الامتحان برضه. فانت دلوقتي ايا كانت النتيجه حلوه الف حمد والف شكر ليك يا رب، فضلك ونعمك يا رب. وحشه يا رب الحمد لله ما نعيطش، وان شاء الله يا رب نفكر في اللي جاي ويكون عندك يقين ان شاء الله ان ربنا هيكرمك في التصحيح. وبعد كده اي امتحان صعب عليك 5 جنيه يا باشا صدقه، ونصلي قضاء حاجه بالليل وندعي ربنا بس. تمام كده يا حبيبي؟ تمام. هتعيط تاني؟ بالله عليك اللي عدى اللي عدى. لا انت عندك آلة زمن هترجع بالزمن وتحل تاني، ولا انت هتروح تهجم على الكنترول تاخد الورقه تصححها. خلاص صح ولا لا؟ مفيش حاجه تاني خلاص، يعني الحمد لله اللي حصل حصل وانت سلمت ورقتك. سيب بقى على ربنا، الخير ربنا هيجيبه لك ان شاء الله. ربنا حن عليك من ابوك وامك وكل الناس في الدنيا دي. تمام كده يا حبيبي؟ تمام. هنعمل ايه في التوحيد؟ طبعا مش محتاج اقول لك ان التوحيد ده واحد لما تيجي تذاكره عايز واحد باله طويل وعنده مراره. يقول لك المقتول ليس بميت، امال المقتول ده ايه؟ لا اله الا الله. هتجننوني ليه يا ناس؟ يقول لك لو انت ما كنتش قتلته ما كان زمانه. يا عم وانا مالي؟ هو انا اللي قتلته؟ تمام. فطول بالك معانا حبيبي، طول بالك معانا، وما تنساش تخش في جروب التليجرام وتشترك في القناه. بص يا حبيبي، لو مسكت امتحان التوحيد السنه اللي فاتت هتلاقي الامتحان ده كان سهل ميه، بس في كتابه كتير. ايدك دي بص، انا ايديا وقفت والله في اللجنه، ايديا وقفت. آراء الأجل المقتول كلها مش عارف إيه، تعليلات علماء آراء. هنعمل إيه؟ أولا براحة كده معاك يا باشا التعريفات، لازم تعريفات ثم أدلة. ما تتلخبطليش في الأدلة سواء كانت سنة أو قرآن. تحفظ على كل حكم أو على كل مسألة تحفظ دليل من القرآن ودليل من السنة. بعد كده خش لي على الآراء، أهل السنة، المعتزلة، الكعبي، إسماعيل مش عارف إيه اللي هو فاكر، عارف أنت الناس دي يتحدوا صم بالأسامي وكل واحد قال إيه بالظبط. الإمام الغزالي الروح بدن ولا مش عارف اللي هو تقريبا اللي هو عجب الذنب ده. الرأي ده يتحفظ كويس. تذاكر التوحيد بضمير، التوحيد سهل 40 درجة مش عايزين ننقص فيه نص درجة. تمام؟ التوحيد سهل مش عايزين ننقص فيه نص درجة. ترجع من امتحانك انت رجعت عايز تسمع اسمع، مش عايز تسمع وتخش على طول براحتك، عايز ترجع تنام ساعتين وتقوم براحتك. المهم ان التوحيد ما ننقصش فيه. وده يجي ازاي؟ تعريفات، أدلة، علماء، وركز جدا جدا على اخر درسين. تمام كده؟ اللي هو الجنة والنار والدرس اللي قبلها. تمام. في تعليلات بتبقى تعليلات انت ملهاش تعليلات اصلا، بس هو ليها تعليلات. هتعرفها ازاي؟ هتعرفها اما من مرشد مراجعه نهائيه او من امتحانات سنين سابقه. تركز عليها كويس جدا لو سمحت. عندك في درس الشفاعه في سؤال لعالم بس انا مش فاكره والله. تركز على درس الشفاعه كويس لو سمحت، هتلاقيه جه السنه اللي فاتت او جه السنه اللي قبلها. لو حليت امتحان السنه اللي فاتت او امتحان السنه اللي قبلها تعرف انا بقول لك ايه. لو سمحت ركز، لو سمحت 40 درجه مضمونين. تمام. طب يا دكتور لو انا عايز اسمع المدرس اسمع لمين؟ كل مدرستنا افاضل كلهم على دماغنا. رقم 1 دكتور جمال، رقم 2 استاذ جيهان، رقم 3 دكتور محمود، رقم 4 مش فاكر مين تاني يا ربي. المهم ايا يكن يعني كلهم مدرسين افاضل. في مدرسين انا ما اعرفهمش كلهم على دماغي، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. انت شوف المدرس انت بترتاح له وكمل معاه. تمام كده يا حبيبي؟ طلب صغيرنا بقى، نص اللي بيشتركوا في القناه، النص اللي بيتفرجوا على الفيديوهات مش مشتركين في القناه، فلو سمحت تنزل اشترك في القناه. تاني حاجه ما تنساش تخش في جروب التليجرام تحت عليه نصائح جميله وانا معاك كل خطوه وخطوه. وان شاء الله ربنا يوفقك يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.